لو هنرتب سلسلة أفلام سكريم من الأسوأ للأفضل فالترتيب هيكون كالتالي. نبدأ بسكريم 3، وده بيعتبر الأضعف بسبب الحبكة المبالغ فيها وجو هوليوود اللي خرج السلسلة من روحها الأصلية. بعده سكريم 4، وده اللي حاول يدمج الجيل الجديد مع القديم لكن التوازن ما كانش مظبوط. وفي المركز الرابع سكريم 5، وده اللي تم إصداره سنة 2022، واللي على الرغم من ان هو رجع السلسلة بقوة لكن حبكة القاتل كانت متوقعة شوية. والمركز الثالث بيروح لسكريم 2، وده جزء ذكي وساحر حافظ على التوتر والدموية باسلوب مميز. اما المفاجأة فكانت سكريم 6، وده اللي نقل الاحداث لنيويورك واضاف طاقة جديدة مع مشاهد قتل من افضل ما في السلسلة. وطبعا في المركز الاول اكيد سكريم الجزء الاصلي اللي تم اصداره سنة 1996، وده اللي غير شكل افلام السلاشر وقدم الجوست فيس كرمز في عالم الرعب.